يطلع من راسي يطلع من راسي ما بفهم بالسياسي اطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسي. الحقيقة تستغل الفرصة أحكي لكم عن أبوي، أحكي لكم محاضرة صغيرة عن أبوي. حياة أبوي كاتب وأديب معروف جدا مشهور، أكيد الكل سمع عنه. فإن البقر يعتبر ثروة حيوانية من أهم الثروات. شو هذا أحكي عن أبوي. وانا اقول ان البقر يا اخوان شو بقى مش بقى عم بحكي لك عن ابوي، كاتب معروف، كاتب شهير. انا عذب بلا حكي فاضي بلا مسخره. مين حدا منه بده يسمع عذب منكم؟ حدا منكم بده يسمع عذب؟ بدكم تسمعوا عن البقر؟ طيب ولا بدك تسمع يا عمي؟ احنا ديمقراطي هون. يعني الثروه الحيوانيه كاتب في هذا البلد وخصوصا بعد مرض شهور البقر. نقسم البلد نصين. شو نقسم البلد؟ نقسم البلد يا عمي وقت البقر لا معلش عشان ما نختلفش والسمع رجال وشيء، كل واحد يعمل شوي. انت دور الصابين عربية بغدادين دول الصابين. كان والدي وزير الإنتاج الأدبي، ومن أهم إنتاجاته الأدبية الحليب، الجبنة، اللبنة، قديش أحوز كمان طبعا. أحب الأوقات يا إخوان لدى والدي عندما كان يفترش العشب الأخضر ويشقر البرسيم ويقش بدينه الذباب والحشرات. من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسي اطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسي. الولاد بشكل عام برضه غريبين شوي غريبين. في عندنا اليوم يجي اليوم كثير عصبي، كثير متعصبين، عطاله على الناس متعصبين، تقول دافع مشكنته عليه بدور عصبي. عندي من جارنا تيجي بتنادي عليك، انا افرض اسمه احمد، باش بنادي عليه احمد بقول لك ايش؟ ولد عندنا منه ولد ايش مالك احمد؟ ايش فيك؟ ليش عصبي؟ انا عصبي؟ خلص احمد انا ابو اللي زعل خلص لا عايش متعصب. في الاولاد اللي بعصبوا اكثر، في الاولاد الصغار تبعون البساتين، مش الاولاد عندهم العاب معينه. في الاولاد عنده بيجي بيقول لك وانت لك ايه؟ انت بتقول لك انا كيف؟ انت مالك انت؟ في الاولاد بيكملوا معك قول 10 بتقول له 10 طب الحياه 10. في الاولاد اللي ما بيعرفوش يمزحوا بيجي بيقول لك قول بوريكاس، انت بتقول له بوريكاس سخن ولا بارد؟ الصابين عربية بغدادين دول الصابين. لما الجاهلية وكانت تحكي عن حمارة بلا مؤاخذة وبنت الأتان أو كرة البنت ولما الأتان، كانوا عايشين ماكلين شاربين، وكان شعارهم بالحياة هيش ولا غير هيش. بليلة غسق غاب القمر، سمعوا ضجة من الوديان، عوى الديب بصوته ولول دب الرعب بين القطعان. صرخت كرة، شو عملت؟ شو عملت؟ صرخت كرة وناحت يمه 3 مرات. انا بتذكر 3 مرات. ما لحقت اما ترد عليها ولا ربطوا عنقها بحبل الاسر وقالوا يلا اربحوا برا. قطعوا وادي، قطعوا الثاني، قطعوا جبال، شكل فجر سطعوا بنوره فوق التلال. ناحت كرة، أول مرة صرخت إسا؟ إيش عملت؟ ناحت كرة وقالت 3 مرات مع بعض يما من راسي
اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة واطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم سمعوني اعطيني امك لو سمحت مستعجل انا كيف الشغل زملائك اصدقائك هناك انا على المنصه يابا اعطيني امك بسرعه لو سمحت. ممثل انت يابا علينا. يلا طيب يابا قول لي شو اسمه انت يعني ايش بدك اياه بالضبط ما انتبهتش انا من لا هون. حبيبي حياتك بدك امي يعني تفقعنيش تعمل لا الله. يلا بجيب لك اياه بس هي لسه مش فاضي يابا. خليها تترك اللي بايدها وتجي كلمتين وعلى السريع. يا ريت تقدر تترك اللي بايدها يابا. شو عم تعمل يعني؟ شو عم تعمل؟ احكيها بسرعه. عسوكاء امي عسوكاء. شو عسوكاء؟ ايش عسوكاء؟ اكل اي شيء خليها. لا مش بالمطبخ هي بغرفة النوم. يا الله اسا بغرفة النوم. ما اسا كان خليها تيجي بسرعة. مش لحالها بوقت النوم يابا مش يا لحالها. سلام كمان جايبة صاحبيتها تقعد بوقت النوم. يا سلام بتعمل بوقت النوم كمان. صاحبيتها بسرعة ناديها بسرعة يلا. يلا والله انا حاولت اشوف اذا صاحبتي ولا لا بس مسكرين الباب من جوا برا يابا. دق عليه طلعها بسرعة بكلمني بس. يابا رجل غريب في المنزل. ايه؟ انا صار لي ساعة عم باخذك واجيبك بس هي اما عم تخونك. راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة واطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة. سمعوني باسمي وباسم عائلة مسرح النقاب عدي عدوان، ميسا خميس، أشرف منصور، رامي عزام، بيان ندير، عامر الليان والدكتور مسعود حمدان، وباسم الهيئة الإدارية للمسرح نرحب بكم ونشكركم على حضوركم خصيصا في هذا الطقس البارد. من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة واطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة. سمعوني اطلع من راسي اطلع من راسي اطلع من راسي ما بفهم بالسياسة